وهذه قصة أخرى ذكرها الله عز وجل عن أيوب عليه السلام، ذلك النبي الصالح المبتلى الذي ابتلي زمنا طويلا في جسده وفي ماله وفي أهله وولده، فلم ييأس ولم يقنط، بل وثق بالله عز وجل أن الله سيأتيه بالفرج، وإن طال الأمد سيأتيه الله عز وجل بالفرج، وإن طالت المدة عليه. ذكر الله عز وجل حاله وذكر دعاءه وهو يتضرع إلى الله جل وعلا، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يثق بأن الله عز وجل سيرحمه، يثق بأن الله عز وجل سيكشف ما به، يثق بأن الله عز وجل سينفس عنه. قال الله عز وجل: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. مع أن المدة طالت على أيوب عليه السلام، إلا أنه لم ييأس ولم يقنط من روح الله جل وعلا، لم يقنط من رحمة الله، بل قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاءه فرج الله سبحانه وتعالى. قال الله: فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. أعطاه الله عز وجل ووهب له أهله بعد أن تفرقوا عنه، وأعطاه مثلهم معهم من باب الرحمة على أيوب عليه السلام. وتأملوا قصته حين جاءه فرج الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا عنه: واذكر عبدنا أيوب. واذكر، يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. نسب هذا المس بالأذى إلى الشيطان من باب التأدب مع الله عز وجل، مع أن كل ذلك بتقدير الله جل وعلا، لكنه قال ذلك تأدبا مع ربه جل وعلا، فقال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب بضرر في جسدي وألم في أهلي ومالي وولدي. قال الله جل وعلا له: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. جاءه فرج الله تبارك وتعالى لأنه لم ييأس، جاءه تنفيس الله سبحانه وتعالى لأنه لم يقنط. قال الله عز وجل له: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يركض برجله على الأرض فتنبع عين عظيمة، عين عظيمة فيها ماء بارد يغتسل منه ويشرب. ذكر الله عز وجل المغتسل والشراب ليصح بدنه ظاهرا وباطنا، ليصح بدن أيوب عليه السلام في الظاهر وفي الباطن، حتى تكتمل لديه العافية. سبحان الله. وأعطاه الله عز وجل ورد إليه المال الكثير الذي كان فيه، ورد عليه أهله بعد أن تفرقوا عنه، وزاده الله عز وجل من الأولاد والذرية والأهل رحمة من الله عز وجل. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ذكر الله عز وجل أنها عبرة
لأن هذا الفرج وهذا التنفيس الذي يكون بسبب عدم اليأس وعدم القنوط، وإنما هو الثقة بالله عز وجل، يحصل لكل مؤمن صبر وانتظر فرج الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحقق له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وذكرى للعابدين، وقال في هذا الموضع: وذكرى لأولي الألباب.